السلام عليكم، شلونكم؟ شاخباركم؟ اليوم راح اسوي فاصوليا يابسة. انا هنا تممت بصل واخلي له شوية زيت، وبعدين راح اخلي له ثوم، اخلي شوية البصل يتحمص شوية ياخذ لون، بعدين اضيف عليه الثوم لان الثوم يحترق بساعة. من هذا المرحلة حبي له الثوم. انا تقريبا درت له راس ثوم واحمصه مع بعض لحد اللون، وايضا اخلي له كم حبايه من الفلفل الحار يصير هوايه طيب، يصير طعم كلش طيب للفاصوليا مالتنا، واحمصهم ومن اخذ شويه لون راح ادير عليه اللحم. اني بهذا المرحله حدير له شويه من الكزبره وشويه من الكركم. الكركم هواية مفيد للجسم وما يغير طعمه بس لا تخافون، وهواية طيب ومفيد. أنا تقريبا كل الأكلات يخلي كركم، ما يضر إذا استخدمتوا الكركم، بس لا تخلونه هواية على مود الطعم، يعني لا يبين الطعم هواية بالأكل. وهسه راح أدير عليه اللحم مالتي وأحمصه ويا الثوم ويا البصل، أنا هسه حمصت اللحم والبصل والثوم. ليش هيك أسوي؟ يعني ليش أحمص البصل والثوم مع بعض؟ لأن أنا مدركة ريحة جنك وطعم جنك. إذا ما نسوي هيك، يعني ما نسوي هيك، أحس اللحم بطعم ريحة مو زينة. لهذا أنا على طول أحمص اللحم مالتي ويا البصل. إذا يعني بس بصل بس ويا البصل، بس إذا أكلاتي مثل فاصوليا وبامية أحمصه ويا الثوم. بس أخليله ماي لأن إذا خلينا ماي بارد يحي اللحم يجمع نفسه ويصير مثل لاستيك وأصلا مو طيبة. بس اخلي له شويه ماء على بد ينطبخ، وبعدين اوريكم خطوات الاخرى. انا الفاصوليا مالتي بالليل انقعه وابدل الماء مالته كم مره، لان يصير مثل فقاعات فوق، مثل ما تشوفون فوق فقاعات تشوفون، واني كل مره ابدله ويعني اخلي له ماء نظيف، لان انا مود لا يسوي غازات. اذا تخليه يعني بدون نقعه، يعني تنقعوا هذا يسوي هواي غازات، بس بهذا الطريقة ما يسوي. بعد إذا تنقعوه بالليل وتبدلون ماي مالته كم مرة، الغازات يعني مالته يروح ويصير يعني سهل الهضم مالته، هواي سهل. أنا الفاصوليا مالتي غسلته زين وصفيته من الماي مالته، وهسه خليت ماي جديد عليه وفوره واخليه ورق غار فوقه واخليه لحد يستوي. بعدين هم اصفيه من الميه مالته واخليه على اللحم والبقيه المواد مالتي. شوف انا من فوت الفاصوليا مالتي، شوف ايش قد الوقف. هذا الوقف كله نشيله لان هذا كله غازات، حيسوي وجع بالمعده اذا ما تشيلوها. مع هذا انا منقعته بالليل وغسلته يعني زين. هم شوفوا هم اطه الوقف هذا كله تشيلوا هذا الوقف. وكل ما يسوي وقف تشيلوا، كل ما تسوي وقف تشيلوا على مود لا يأثر على معدتكم. الفاصوليا مالتي استوت هسه، صفيتها من الماء مالتها. هسه راح شو اسوي؟ حديرها على اللحم مالتي. اللحم هذا مطبوخ يستوي شويه وراح ادير عليه ملح. بسم الله. راح اخلي عليه هذا طماطم مهروسة أو عصيرة الطماطر السوري يقولونه، ونحطه واخلي على نار هادئ لحد كل شي يستوي. الورق الغار مالتي حشيله بعد ما نحتاجه.
يستوي على نار هادئ. بنات أنا ليش ما درت عليه ملح من الأول؟ لأن دا أخلي ملح على اللحم رح يجزر. هذا من اللحم يستوي أخلي عليه ملح. هسه قبوها لحد فشي ساعة وارجع لكم. الفاصوليا مالتي طبخت وشوفوا شلون صارت ثخينة وطعمها كلش طيبة، واحنا ناكلها مع الرز. انتو كتبولي شلون تسوين فاصوليا، هل تسووها مثلي او تسووها يعني غير طريقة. أنا هواية أفرح وكيف إذا تكتبولي شلون تسوون الفاصوليا. إذا عجبكم اشتركوا في قناتي واعملوا لايك، وشكرا لكم.